فيلم 356 Days الجزء الأول. ما تنساش اللايك والمتابعة يا مهندس علشان توصلك أقوى أفلام الإثارة والأكشن. فيلمنا بيبدأ بلقاء بين رئيس عصابة تورسل وتجار من السوق السوداء، وبيلمح ابنه مورسل بالمنظار بنت جميلة على الشاطئ اسمها لورا، وبيحكي لأبوه تورسل إنه يشوفها. وفجأة تجار السوق السوداء بيطلقوا النار على تورسل وابنه ماسيمو، وبينجو ماسيمو، ولكن أبوه بموت. وبتمر 5 سنين وماسيمو بصير رئيس عصابة تورسل بحكم إنه ولي العهد. وبعدها بنشوف لورا في مدينة وارسو مش سعيدة لأنه حبيبها بيتجاهلها، وبتطلع لورا وحبيبها باليوم الثاني على إيطاليا ليشموا هوا، وبيحتفلوا بعيد ميلاد لورا 29، وصاحبتها أولغا بتحضر حفلة عيد ميلادها. وبينما لورا بتبحث عن الحمام بالمكان بيظهر بوشها فجأة ماسيمو، بس لورا ما بتكونش عارفة مين هذا الشخص وبتبعد عنه. وخلال هذا الأسبوع بتقضي لورا وقتها وحيدة بإيطاليا لأنه حبيبها مختفي وما بردش على مكالماتها. وفجأة وهي بتمشي بيظهر شخص مجهول وبيخطفها، وبتصحى لورا على سرير وبتكون ملابسها غير، وباب الغرفة بيكون مقفول. وبالليل بينفتح هذا الباب ولورا بتبدأ تستكشف بالمكان اللي بيظهر انه قصر فخم. ولما تدخل لغرفة العشاء بتشوف صورة كبيرة ليها معلقة على الحيطة، وفجأة بيظهر ماسيمو من وراها، وبتعصب لورا وبتسأله مين انت وليش انا هون. فبيحكي لها ماسيمو بانها انقذت حياته قبل 5 سنين، وبالفعل بيظهر انه لورا هي اللي انقذت حياة ماسيمو قبل ما يموت لما اطلق تجار السوق السوداء النار عليه وعلى ابوه. وبانه من وقتها بفكر بلورا طول الوقت وبحث عنها في كل مكان، وبانه لما كان يدور عليها مرة شافها في مطار وانصعق بجمالها، وبانه الحين عاوز لورا تكون ملكه. فبتحكي له بانها مش مزهرية لتكون ملكه. فبيحكي لها ماسيمو بانه حيخليها تعيش معاه لمدة 356 يوم يعني سنة كاملة، وبانه خلال هذا الوقت حتتعلق فيه وتحبه. وبيعطيها صورة لحبيبها السابق اللي بيتجاهلها، وبيظهر بالصورة انه كان يخونها طول وقتهم بإيطاليا. وبيحكي لها بانه مش حيعملها اي شيء بدون موافقتها. وباليوم الثاني بياخذها وبيشتري لها افخم انواع الملابس. وبينما لورا بتجرب الملابس بمتجر ثاني بيدخل عليها ماسيمو فجأة، فبتعصب لورا وبتحكي له انها اخر مرة حتشوفه فيها. فبعصب ماسيمو عليها وبيطلع. وبعدها لورا بتحاول تهرب وبتوصل ل2 شرطة، وبتحكي لهم بانها مخطوفة وفي حد بيطاردها. ولكن لما الشرطة تشوف ماسيمو بيخافوا بيروحوا. شكله ماسيمو داعس على اكبر راس بالبلد. وبعدها ما بيكونش امام لورا خيار تاني الا انها تساير ماسيمو، وبيكونوا ياكلوا مع بعض بيوم من الايام. وبتبدا لورا تساله عن حياته الشخصية، عن شغله مثلا. فبيحكي لها ماسيمو بانه رجل اعمال ناجح عنده فندق ومطعم ونادي ليلي بروما، وبروح الاثنين لروما بطيارته الخاصة. واثناء الطريق بيربط ماسيمو لورا وبيبدا يعمل معها حركات مقرفة مثل هذه. وبالفندق بتقرر لورا تنتقم من ماسيمو من خلال انها تمنعه يلمسها، بس ماسيمو بيربط رجليها وايديها كعقاب ليها. وبعد ما تخلص عقوبتها بيروح الاثنين للنادي الليلي تبعه في روما. ولورا بتقرر تثير غضب ماسيمو من خلال انها ترقص مع رجل ثاني من عصابة ثانية منافسة لعصابة تورسل بداعة ماسيمو. واخر شيء ما بيتحملش ماسيمو وبيرفع سلاحه بوش العصابة. وبتصحى لورا على يخت ماسيمو باليوم الثاني، وبيكون ماسيمو يتكلم مع مساعده ماريو. وبيحكي ماسيمو للورا بانه اطلق النار على يد الرجل اللي رقصت معاه، وبانه حتكون حرب بين العصابتين قريبا من تحت راسها. لورا بتعتذر، بس ماسيمو بيحكي لها انها غلطتها لانها هي اللي رقصت مع الرجل بالاول. وبيتقاتل الاثنين ولورا بتوقع من فوق اليخت، فبنط ماسيمو وراها وبينقذها. ولما تصحى لورا بيحكي لها ماسيمو بانه خاف انها تموت لانه مش عاوز يخسرها مثل ما خسر ابوه. وبتبدا لورا تحس بحب ماسيمو ليها، والاثنين بيعملوا تشوك احلى اول مرة بالفيلم. وبالليل بيروح ماسيمو ولورا على حفلة، وهناك بيلتقوا بآنا اللي بتكون حبيبة ماسيمو السابقة. وبيحكي ماسيمو للورا بانه قال لآنا بانه حيتركها لو لقى بنت مثل لورا، وبانه هذا اللي صار. وبعد الحفلة بيحكي ماسيمو للورا بانه حيرسلها لبلدتها في وارسو، وبانه حيلحقها هناك بعد ما يخلص شغله هنا. وبتضل لورا تستنى ماسيمو بوارسو لأيام، ولكنه ما بردش على الاتصال. وبتدعو أولغا لعندها وبتحكي لها عن ماسيمو. وبعدها لورا وأولغا بيروحوا على نادي ليلي، وفجأة بيظهر حبيب لورا السابق امامها، وبيحكي لها بانه كان يدور عليها بكل مكان، وبيحاول يقنعها انها ترجع له. بس لورا بترفض وبترجع لشقتها، وبيلحقها مارتن وهو اسم حبيبها السابق. بس فجأة بيكون ماسيمو بالشقة، فمارتن بيعرف انه هذا ماسيمو ما غيره رئيس عصابة تورسل، فبغادر المكان بهدوء. شكله ماسيمو فعلا داعس على اكبر راس بالبلد. وبعدها ماسيمو ولورا بيعملوا تشوك احبار ساخن للكبار فقط. وباليوم الثاني بيعرض ماسيمو على لورا انهم يتزوجوا، فبتقبل لورا. وبتطلب لورا من ماسيمو انه ما يقولش لعائلتها شو بيشتغل. وبيلتقي ماسيمو باهلها، ولما تساله امه عن شغله بيحكي لها ماسيمو انه عراب مافيا، فبيضحكوا لانهم فاكرين انه بيمزح. وبيرجع ماسيمو ولورا لسيسلي، وبتحكي لورا بانها بتشعر انها لازم تشوف دكتور لانها بتشعر بالسوء. وبيحكوا عن زفافهم القادم. وبتحكي لورا مرة تانية بانها مش عاوزة اهلها ييجوا على حفلة الزواج علشان ما يعرفوش ماسيمو ايش بيشتغل بالفعل. وبيطلب ماسيمو من لورا انها تخلي أولغا الخادمة بتاعتها لحفلة زفافهم. وبغادر ماسيمو ليروح على رحلته لبالمو ليجيب أولغا. وبيحكي ماريو
ماريو انه لورا سببت توتر كبير بعائلة تورسل، وبياخذ ماسيمو واولجا من وارسو لسيسلي، وبتساعد لورا انها تختار فستان زفافها. وبعدها بتحكي لورا لاولجا انها حامل من ماسيمو، فبتحكي لها اولجا انها تقول لماسيمو عن موضوع الحمل، فبتقرر لورا تتصل عليه لتحكي له. وفجأة ماريو بيتلقى اتصال، والمتصل بيحكي له انه لورا حيتم قتلها بعد شوية من عصابة المافيا المعادية. وبتدخل سيارة لورا لنفق ولكنها ما بتطلعش منه، شكلها خلاص راحت فيها المسكينة. وبيركض ماريو ليحكي هذا الخبر لماسيمو، فبيغرق ماسيمو بالدموع بينما لورا بتتصل عليه. ولهنا بتكون نهاية الجزء الأول من فيلم 356 Days. لو عاوزني أنزل الجزء الثاني خلينا نوصل هذا الفيديو ل 2000 قلب، انتوا قدها وقدود يا مهندسين. وما تنسوش المتابعة طبعا لتوصلكم أقوى الملخصات من قناة مهندس الملخصات، واشوفكم على خير بالملخصات القادمة إن شاء الله. كان معكم أخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.